أضحى المجمع الرياضي مولاي عبد الله في الرباط بحلة جديدة ومواصفات عالية تضاهي كبريات الملاعب العالمية. الملعب تم تشييده من جديد ليصبح أيقونة الملاعب وصرحا رياضيا عززت به المملكة المغربية البنية التحتية الرياضية التي ستحتضن كبرى التظاهرات أبرزها نهائيات كأس أفريقيا المغرب 2025 ومونديال 2030. الملعب تم بناء جنباته بشكل رائع وتشييد العديد من المرافق من قبيل منصة الصحافة ومستودعات الملابس ومنصات الشرفية ومنصات كبار الشخصيات ومرآب للسيارات وأبواب تم تصميمها بشكل يجعل عملية الدخول والخروج تتم بسلاسة متناهية. ملعب مجمع الأمير مولاي عبد الله في حلة جديدة والباهية تتميز مدرجاته بتصميم حديث يغطيها بالكامل وجاءت مبنية على 3 طوابق لتوفير رؤية مثالية للجماهير، كما أنه يتمتع بنظام إضاءة متطور يستخدم داخل رقعة الملاعب في المدرجات وفي المرافق الخارجية، مما يضمن تجربة استثنائية للحضور والمشاركين. هذه الأيقونة الرياضية سيتم افتتاحها يوم الجمعة 5 شتنبر بمباراة كبيرة يستضيف خلالها أسود الأطلس منتخب النيجر ضمن تصفية كأس العالم 2026.